في عالم طبعا كرة القدم الإنجليزية. لدينا محاولة وتمرير لنادي اشبيليا. يا سلام على هدف يسجل في هذه اللحظات للفريق الاسباني بصورة جميلة، بصورة مميزة. كان هذا الهدف من خواكين كوريا اللاعب الارجنتيني صاحب 22 سنة فقط، هو من تمكن من تسجيل الهدف الأول. لكن يا سلام على التمريرة بنصف الهدف. هذه هي التمريرة، التسلل أبدا لم يكن موجود. وبعد ذلك بهذه الصورة في مرمى تشيكي بيترتشيك يتمكن نادي اشبيليا عن طريق الارجنتيني خواكين كوريا من تسجيل الهدف الأول في هذه اللحظات. لكن ياهو هدف، يا سلام على هدف أول جميل يسجل لمصلحة إشبيليا في هذه اللحظات بطريقة مميزة، بطريقة رائعة. وصلت هذه الكرة في اليمين، محاولة مستمرة لمصلحة الأرسنال. شامبرلين يتقدم. يا سلام هنا مرور، وهنا ممتازة الكرة، ممتازة. هدف التعادل عن طريق الفرنسي لاكازيت، يتمكن من تسجيل هدف التعادل في هذه اللحظات لمصلحة الأرسنال بعد مجهود كبير من تشامبرلين من الجانب الأيمن. يا سلام مرة بهذه الصورة، أتت العرضية اصطدمت في ويلبك، وبعد ذلك المتابعة من الفرنسي لاكازيت اللاعب اللي يسجل الهدف الأول للأرسنال في هذا اللقاء، وهدف التعادل اللي يسجل في هذه اللحظات. لكن هنا كل العمل كان من الجانب الأيمن، من الانطلاقة التي أتت، من المرور الذي حدث، ومن العرضية بعد ذلك التي تبعت ذلك المرور. عرضية كانت مثالية صدمت ويلبك، والوصول بعد ذلك للاكازيت اللاعب العرضية، لكن في الأخير إلى خارج الملعب. تحولت هذه الكرة إلى رمية تماس. جماهير أرسنال صفحة جديدة تتمنى بأمنيات. طبعا هنا فرصة، محاولة. إنزونزي يسجل هدف جميل في وقت كنت أتحدث فيه عن الأمنيات، لكن إنزونزي سجل بهدف ولا أروع، بكرة جميلة، بهدف تمناه، وبالفعل تحصل على ما أراد بكرة ممتازة بهذه الصورة. يا سلام يا إنزونزي بهذه الصورة وبهذه التسديدة. تفرج على الحارس بيترتشيك لكرة صعبة في الزاوية البعيدة بتسديدة يسارية محكمة ذهبت إلى الشباك وعانقت الشباك، وسجل من خلالها نادي اشبيليا الهدف الثاني في هذه اللحظات. اشبيليا هدفان، الأرسنال هدف.